أنا قراوا لي راية واحدة وهي راية الأخضر والأحمر والأبيض اللي مات عليها 1.5 مليون من شهر. نحن نعيش جزائر جديدة، وكل من يأسر نفسه في قوالب التفكير السابقة سوف تكون النتائج اللي يوصل لها مخطئة. حركة البناء الوطني ترحب بأي شيء يجمع الجزائريين ولا يغيظها أي شيء يجمع الجزائريين. تشكر الله على هذا الوطن وتقيم وتثمن مزايا الوطن. يعني لما نقول له انتقادات يقبلها ويعطي التعليمات هناك، أحيانا ما تنفذش. قريبا جدا وأعني ماذا أقول. نجدد في حركة البناء الوطني التزامنا بخيارنا الوطني في دعم القضايا العادلة وفي صدارتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية المحتلتين. لدينا ولاء لهذا الوطن، لدينا ولاء لدماء الشهداء. تعالوا مع بعض نضع في ورقة بيضاء بنود المبادرة كي نحمي صفنا الوطني. أطرح أمام كريم فضلكم مبادرة لا نريد أن نتبناها ولا نريد أن نصيغ أفكارها ولا نريد أن تنسب لحركة البناء الوطني. أن تعلن بأننا صفا واحدا مع أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية من أجل حماية الأمن القومي الجزائري. جيد جدا، كذلك التنظيم على مستوى المحاضرات الحرفية والمتنوعة ومتسلسلة. موالاة، ولا يغرنكم بعض المعارضين لأنهم قد تتكشف الأيام بأنهم كانوا يؤدون أدوارا قذرة وغير حقيقية. استراتيجية الزوايا، الزاوية التجانية لها بعد في تدعيم وصيانة الأمن القومي الجزائري في محيط أفريقيا مش ممكن توصلوا لا بالاقتصاد ولا بأي شيء. الفهم الواسع لحركة البناء الوطني بمفهوم الأمن وبأبعاده المختلفة والمتعددة، خاصة عندما يتعلق الأمر بدور الزوايا في تحقيق الأمن القومي. فإذا كنت عندك هذا الكنز وانت مهمش هذه الناس وماكش عاطي لها الادوار تاعها الحقيقيه وتعطي لها فقط في تطلب منها فقط تبريكات لفخامته والدعاء لفخامته وبيانات المسانده لفخامته، انا هذه حكايه فخامته راح نسال فيها فون خاص وتساهم معك عديد من الدول الاوروبيه وعديد من دول اسيا والصين وغيرها في الاستثمار في هذه المناطق الضعيفه في النيجر، في مالي، في البوركينا، في السنغال، في موريتانيا، في كل هذه الاماكن فيها الجانب التضامني وفيها جانب صيانة الأمن القومي للدولة الجزائرية. نعم. وكذلك دعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية الذي يعبر عن استقرار مؤسساتي وكذلك لديه ارتدادات على الحفاظ على وحماية الأمن القومي. كالفها وستجدون منا السيد الرئيس كل الدعم في أي جهد يصون وديعة الشهداء أو كل مسعى منكم تسعون منه لإسعاد المواطنين ورفاهية المجتمع، أو في كل قرار تتخذه سيد الرئيس يحافظ على الأمن والاستقرار ويكرس الحقوق والحريات، أو في كل توجيه دبلوماسي تحمون به المصالح الحيوية للأمة الجزائرية ويحقق محوريتها وسيادتها. الجامعة الصيفية الموسومة تحت عنوان العمل السياسي ومتطلبات الأدوار الوطنية الراهنة هي المنظمة من طرف حركة البناء الوطني، وهي من أهم النشاطات ومن أهم التجمعات التي لها دورها في التأثير على الشباب. كذلك الحركة تسعى من خلال هذه النشاطات إلى تكوين والتأكيد على تكوين مناضليها وإطارتها، وهذا ما يبين ويدل على عمق التفكير
وبعد النظر لإطارات الحركة، وكذلك تأكيد قيادات الحركة على إشراك الشباب في العمل السياسي بهدف تكوين جبهة داخلية متينة تدافع عن الجزائر وعن شعبها وعن جيشها. حركة البناء الوطني من خلال نشاطها الأسري، وهذا من أجل التلاحم وخلق جو نضالي للحركة، وهذا في إطار توسعة القاعدة النضالية للحركة. ومن خلال ما قال السيد رئيس الحركة السيد عبد القادر بن قرينة، نحن حركة نزيد ولا ننقص، وهذه الأسرة من خلالها حتما ستكون في قاعدة كبيرة ويكون فيه تلاحم، وهذا شيء جديد على الأحزاب السياسية اللي تتفرد بها الحركة. عندما نتحدث عن حزب مثل حركة البناء الوطني بوزنه وبنشاطاته، فإننا نتحدث عن فريق شاب محترف يبرزون كل هذه النشاطات إعلاميا من خلال تغطية إعلامية محترفة، حيث أبدى هذا الفريق احترافيته ومستواه الرفيع في المستوى الإعلامي ليثبت أن شباب الحركة مؤمن بمبادئ وقضايا الحركة. حركة البناء الوطني تؤيد وتؤمن بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما تؤكده قيادة الحركة في العديد من الفعاليات واللقاءات والمؤتمرات وغيرها. كان آخرها الافتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، والذي أكدت من خلاله قيادة حركة البناء الوطني على هذا المبدأ الهام. ولكن لا نسمح لأي طرف أجنبي أو خارجي مد يده لأجنبي أن يفتح جراحنا ليرجعنا إلى المربع النتن. كما نددت بالتدخلات الخارجية في القرارات الوطنية للدولة الجزائرية، على غرار ما حدث مع القضاء السويسري مؤخرا. وأعني هنا على وجه الخصوص محاولة القضاء السويسري الأخير لفتح هذا الملف في الظرف قصد الابتزاز وقصد التحرش. إن حركة البناء الوطني لا تبرر الأخطاء الفردية إن وجدت. قيادات حركة البناء الوطني تؤمن بمبدأ مهم في الممارسة الديمقراطية والحزبية النظيفة، ألا وهي مبدأ التداول السلمي على السلطة. السيد عبد القادر بن قرينة في المؤتمر الثاني لحركة البناء الوطني قدم خطابا سياسيا هاما ومميزا يبقى في تاريخ الخطابات السياسية الجزائرية، حين قدم اعتذاراته لعدم قبوله لترشحه لمرة ثانية. لا سيما كان لمجلس الشورى الوطني رأي آخر حينما جدد ثقته في رئيس حركته السيد عبد القادر بن قرينة ليكون قائدا ورئيسا لحركة البناء الوطني. على الناجح أن يستمر ويتقدم وهم أنتم، وعلى الفاشل أن ينزوي ويتأخر من منصب القيادة حتى يأتي من يعوضه ليرتخي بكم إلى مكاسب أكبر وأكبر، فإنكم تستحقون قائدا أفضل مني. فأطلبكم وألتمس منكم أنني أعطي برنوس الحركة لأخي، وأستمتع بأن أكون خادما مطيعا له في نهاية هذه الليلة، يقود الحركة إلى نجاحات أكثر مما هي موجودة الآن. ضعفي لا يسمح لي أن أقود الحركة أو أن أعطلها، وأن يكون الدماغ أصغر من الجثة، فأنتم جثة عظيمة ونراكم رأس ضعيف. فاعذروني أنني أنسحب من منصب القيادة وأترك القرار لإخواني في مجلس الشورى، وأستمتع بالجودية طائعا للقائد الذي تختارونه في هذه الليلة من بين ما يقارب 4000
مندوبين بكل ديمقراطية. حركة البناء الوطني ممثلة في رئيسها وأعضائها وإطارتها تحاول في كل فرصة سانحة لها وفي كل مناسبة الدفاع عن شباب الجزائري، الدفاع عن خاصة عن حاملي الشهادات لإعطائهم الفرصة ومساهمتهم في بناء جزائر جديدة. وأفتح قوسا لأؤكد لأخي معالي وزير التعليم العالي ما سبق وإن اتصلت به ووعد بالحل السريع لمشكل حاملي شهادات الدكتوراه الذين لم يشملهم القرار أن يشملهم بأقرب وقت القرار، وعلى وزير المالية أن يتعاون معه لفتح مناصب لجميع حاملي شهادات الدكتوراه ليشملهم القرار المبارك لرئيس الجمهورية بدمجهم في مناصبهم الجامعية. تستغل دائما حركة البناء الوطني من خلال منابرها الإعلامية أو من خلال كذلك ندواتها واجتماعاتها الحزبية دائما في دعم ثقافة الوعي والمواطنة وكذلك الوحدة. وخير مثال عن ذلك هي المبادرة التي أطلقتها حركة البناء الوطني تحت مسمى مبادرة التلاحم وتأمين المستقبل، والتي اجتمع حولها خيرة أبناء الجزائر وكذلك خيرة أبناء إطارات الأحزاب الأخرى والنقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية، والتي دعمت هذه المبادرة وهذه الفكرة من أجل تلاحم وقوة الجبهة الداخلية. أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الفضليات، إن هذه المبادرة هي مبادرة خالصة للوطن، ونقولها بكل وضوح لأنفسنا ولكل أبناء وطننا ولكل المشككين بأنها مبادرة خالصة لأجل الوطن، فهي ليست بالحدث الظرفي ولا هي برهان حزبي ولا هي باستحقاق وطني وإنما هي التزام جماعي مسؤول ورسالة جزائرية واضحة للداخل وللخارج. إننا ندرك جيدا بأن خطواتنا اليوم باتت مرصودة محسوبة لدى خصوم الجزائر الذي بدأت أبواقهم بالتشويش والإرباك على المبادرة حتى قبل اجتماعها والتئامها، ولكننا اليوم بعد أن رسمنا معا معالم نجاح هذه المبادرة فإننا عازمون على أن تكون خطواتنا القادمة بنفس الأهمية ونفس الوعي ونفس المسؤولية الوطنية والحضور النضالي والشعبي مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات والعواقب. حركة البناء الوطني هي حركة وطنية إصلاحية تعمل حقيقة على تمكين البطانة الصالحة لخدمة الدولة الجزائرية. إسهامها في تجسيد معالم الجزائر الجديدة هو عبارة عن دعمها لمشروع بناء الدولة الجزائرية، وبقدر ما نحن في أمس الحاجة إلى بناء دولة وطنية قوية وتحقيق الرفاه المجتمعي للمواطن الجزائري، بقدر ما نحن في أمس الحاجة إلى بناء مجتمع مدني قوي وبناء أحزاب سياسية قوية تحوي كل النخب الفاعلة والوطنية. وهذا ما وجدناه في حركة البناء الوطني التي قدمت لنا الدعم كشباب وقدمت لنا العون وأصرت على اختيار النخبة السياسية التنموية التي تخدم البلاد وتخدم المواطن الجزائري.